السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم معنا فيديو جديد، فيديو للعبره ماشي للفرجه. كنتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا، ولا عجبكم ما تنسوش انكم تعطونا لايك، كومونتير، سبسكرايب وتبارطاجيو. يعني مشيتي عنده ديريكت؟ انا هضرت معاه قلت ليه شنو السبب اللي خلاك تمشي عنده؟ ارتحيت ليه، يعني واحد الانسان يعني ارتاح ليه قلبي وبغيتو، يعني عجبني ملي هضرت معاه. لقيت هو عنده واحد العقليه زوينه، واحد الانسان يعني محترم، يعني باغي غير المعقول. هادشي اللي خلاني انني نتشبت بيه، وانني انا نمشي عنده الاولى نقول ليه هاد الهضره. يعني جاتك الجرأة انك تدوي معاه وتقول لي بانني انت راه كتعجبني وكنبغيك؟ يعني بكل صراحه، واش كيف كان عندك هذاك الاحساس انك تمشي عنده وتدوي معاه هادشي الاولى؟ هادشي اللي بغيت نفهم. الصراحه في الاول كنت متردة بزاف، ولكن بقيت متردة، ولكن صراحه هو عجبني ومشيت عنده قلتها له. فهمت اخويا؟ كملي وكنسمع. المهم بقينا كنهضروا انا وياه واحد المده تقريبا شهر. قال لي انا ما باغيكش للتسفليه، انا باغي نخطبك. يعني واحد الانسان. انا وافقت، مشيت قلتها لموالين الدار. موالين الدار قالوا لي يعني يجي مرحبا به، حيتاش انا الكبيره في الخواتات ديالي. فهمتي؟ المهم ما علينا خويا. جاب الوالده ديالو، جاب باه. المهم هضروا في هادشي ديال الخطوبه. الوالد والوالده وافقوا على الخطوبه. المهم كلشي داز بخير وعلى خير، وكيهتم بيا، واحد الانسان اللي كيهتم بيا. مرتاحه معاه. كان مثلا كنعس كنبقى نتفكر داكشي اللي داز عليا شحال هادي ملي كانت عندي 15 عام. ملي بقيت كنتفكر ان بني ضميري، علاش داك الانسان هو كيبغيني وباغيني المعقول، علاش انا اللي ما نصارحوش بالحقيقه. صارحته. شنو كانت ردة الفعل ديالو ملي قلتي ليه الصراحه؟ الصراحه ما تاقش فيا هو. بطبيعه الحال ما غاديش يتيق. ما غاديش يتيق، يعني غيقول هذه غير شي وحده دار شي واحد في الزنق شرفه، يعني كانت كتخرج. فهمتي؟ يعني ما غاديش يتيقني. هو ملي سمع الهضره يعني بقى ساكت، مشى وخلاني. يعني ما بقات حتى شي حاجه بيناتكم؟ لا، هو مشى قالها الوالده ديالو. واحد النهار جالسين، حتى عيطت الوالده ديالو، عيطت الوالده ديالي، قالت لها حشومه عليك، هادشي اللي درتي، بتزوج، باغا تلصقي بنتك في ولدي، واش دايره. يعني عاودت لي القصه اللي قلتو ليه، عاودتها لها. وانا ما قلتليش باللي العائله ديالي ما فراسهاش. فهمتي؟ هو مشى قالها العائله، يعني تخلق لي المشكل. شنو وقع من وراء المشكل؟ الوالده والوالد يعني عطاوني قتله ديال العصا، ما تاقوش فيا. اختي خديجه، باش ما نطولوش الفيديو حاولي تختصري لينا باش نساليو الفيديو. شنو وقع من وراء انك كليتي العصا من عند داركم؟ شنو وقع من وراها؟ المهم اخويا، كانوا كيحبسوني في الدار، ما كيخلونيش نخرج. صافي واحد الوقيته قررت انني خصني نهرب من الدار. هربتي من داركم؟ هربت من الدار حيتاش بصح عييت، يعني عييت من المعامله ديالهم ليا، وعييت من الضرب، عييت من دائما كاينه في الدار، يعني ما تنخرج، يعني مليت. عجبك الحال ملي هربتي من داركم؟ الصراحه ما عجبنيش الحال. الزنقه صعيبه بزاف، يعني ملي خرجت للزنقه تمنيت لو غير بقيت في الدار وما خرجت للزنقه. غادي نسولك بكل صراحه، ملي خرجتي الزنقه واش لقيتي شي يد اللي تحضنك؟ صراحه ما لقيت. شنو كتمني في هذه اللحظه؟ في هذه اللحظه كنتمنى نمشي عند والديا نشوفو، بحيث 2019 ما بقيتش مشيت للدار، وتوحشهم بزاف، توحش خوتي، وتوحش يعني توحشهم بزاف اخويا. كنصحش اي بنت واخا دير اللي دارت ما تخرجش للزنقه، حيت الزنقه صعيبه. شنو تبغي تقولي لوالديك؟ كنقول لهم سمحوا لي بزاف، واخا ما ثقتوش فيا، واخا ما حنيتوش فيا ومحضنتوني عندكم، يعني كون غير تيقتوني وعطيتوني واحد، ما كنتش غنهرب من الدار. وكنقول لهم سمحوا لي بزاف، وتمنيت لو نشوفكم، حيت مشيت تما يعني
تحولوا من الدار وما بقيتش عارفه فين مشاو. تبغي الناس يصالحوك مع والديك؟ انا والدي نقلب عليهم نلقاهم ونمشي عندهم. انا بغيت نمشي عندهم بوحدي انا ونطلب منهم السماحه وبغيتهم يسمحوا لي. شنو تقولي للمشاهدين في هذا المشاهدين كنقول لهم ما تثيقوش، ما واخا تقولوا جاري ما تثيقوش لا في العمام لا في الخوال لا في حتى حاجه. حضيو وليداتكم، حضنوا وليداتكم، عطيهم الاهتمام، عطيهم الحب باش ما يلقاوش في واحد الانسان برا اللي غادي يقدر يتعدى عليهم، يقدر يوقعوا بزاف ديال الحوايج. اختي خديجه، اخر رساله لوالديك شنو تبغي تقولي لهم؟ كنقول والديا بغيتكم تسمحوا لي بزاف وراني توحشتكم. الله يدير لك شي تاويله خديجه. الا بغيتي الناس يتعاونوا معاك غاديين يتواصلوا معاك، الا ما بغيتيش كتبقى حريه اختيار ديالك. كنشكرك بزاف انك بغيتي تخوي قلبك، هذا هو الاهم. وغادي نحاولوا اننا نساليو هذا الفيديو، والله يدير لك شي تاويل. وكنتمنى انك تلقاي والديك وترجعي تصالحي معاهم ان شاء الله. بغيت اخر سؤال، واش بغي الناس يتواصلوا معاك باش يعاونوك المهم لتقديم المساعده؟ لا خويا، انا هذا الفيديو ما درتوش باش يعاونوا الناس، بغيت انا نخوي قلبي ونوصل واحد الرساله للاباء والامهات ردوا البال وليداتهم. رايك يحترم، حنا غادي نحترموا القرار ديالك. الاخوان غادي نساليو هذا الفيديو. كما سمعتوا قصه خديجه اللي حزينه بزاف ومؤثره. راه ما كايناش غير خديجه راه منها بزاف ديال البنات. الله يحسن عوانهم كيخرجوا للطريق انهم ماشي بالاراده ديالهم كيوقعوا بزاف ديال الحوايج. كنتمنى انكم تحسبوا خديجه اختكم وتقول لها شي حاجه زوينه في كومونتيرات، كلمه طيبه حسنه. واللي عنده شي قصه وبغى يخوي قلبه دوزو عندي الانستغرام، راه ديما تنحطو وتنجاوب كل شيء. السلام عليكم.